الناس يشتروا ايش يا عيالي؟ زوروا المحلات، المخاي، الانترنت، الاسواق، زور هؤلاء شباب ضايعين في الاسواق في الشوارع، وتحصل ما شاء الله يعني حالة حالة، والله ان فيها الخير الكثير. والله حملناهم باصات وحملناهم للحديدة ونزلنا معهم 3 أيام اسبوع دعوي، والله انهم من خيرة الرجال حصلنا المنشد وحصلنا الشاعر وحصلنا الحافظ وحصلنا الاديب وحصلنا المثقف وسط الشباب. والله ان احنا نازلين وطارحين رجل على رجل فوق الباصات ويجيبوا سجارة وينفخ لها وجهي، وانا ولا قلت حاجه. زدنا نزلنا عدينا كيس وقلنا تفضلوا اي واحد يشتري حتى الشمه، الله المستعان، بيضاء سوداء ما عندي مشكله، ايش ما اشتريت بس حتى افتهم. والله ناولتم اقسم لك بالله كالف على بالعين يزيد طلع رجليه لا عندي كذا، ولا قلت لهم ولد الله يرحمك يا خالد العمان، اسال الله ان يغفر له وان يرحمه. الدكتور خالد العمامي رحمه الله كان أخو حبيب وعزيز رفيق ودرب في العمل الدعوي. أنت تشتي إمام هو إمام، تشتي خطيب هو خطيب، تشتي وجاهة هو وجاهة، رحمه الله وطيب الله ثراه وجمعنا الله في ذلك كرامته. ما كان أجمله وأروعه وأحلاه. نزلت أنا وياه وبعض الشباب مجموعين، فكان يقول قلت ولا تخبرهم ولا تقولهم ولا شيء لا حلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة، خلونا نخرج من صنعاء أول شيء ننزل للحديدة بعد ما قد نغرب مسافة، وبعدها نتخابر. وصلنا عشيناهم بعد العشاء وافتهمنا وجلسنا معهم ما شاء الله، صلينا المغرب والعشاء، واحد يصلي واحد يدخل واحد يدخل بالحمامات واحد يخرج. انت عارف يعني نزغت شباب وانا جالس وابح عليهم خارج الافلفهم مثل الجراد الضائعه. انا خايف علي واحد يفعل لي مشكله، وانا قدمتهم لفلفناهم كلهم، كملنا صلينا وصلنا الى منطقه كنائيه بعيد وغدر. وقفت ال3 الباصات ونزلنا عملنا حلقه وعملت لهم كذا درس شويه انا وياهم، ورجع بالزوم لعند اصحاب التبليغ جزاهم الله خير وبيض الله وجوههم. معهم مؤتمر ما شاء الله، والناس من كل مكان كانوا يعينوا باكستان، الهند، الصومال، النيجر، الواحد لحيته الهنا، الصحابه، الواحد حق مسوق على العين. كانوا يعينوا ما شاء الله مفتانين مرتاحين يعينوهم، وهم والله ما شاء الله عليهم بيضة، مسكوهم على واحد. وبعد عمل واحد منهم باكستاني جزاه الله خير عمل حلقه وكان يدعو لهم ويبكي. واحد منهم كان حقهم النزغه، كان يقول لي الحين على ما تبكي الرجال هذا. قلت اقرب اشاورك، قال لي كيف؟ يبكي انت صباحا. قال لك والله العظيم يا ولا خزر. قال والله خزر زرع انه يجي من باكستان يعني يبكي علينا. قلت يبكي عليك انت خلف. وكان يقول انتم، كان يقول انا انتم احفاد الصحابه احنا. ويقول لي قال والله صباح من صباح انتم احفاد الصحابه وانتم قلنا ما انتش دارين ومعكم من مضاعه. كملنا علمهم دعوا لهم من كل قلوبهم وكملنا وافترقنا وكل واحد مسك واحد. انت عارف اصحابته ما شاء الله مشقوهم مع خلول الطماسه. جينا اليوم الثاني شباب نخرج، قالوا توكلنا على الله على الشاطئ. كملنا واحنا راجعين قلنا يلا بعد ما كملنا ما شاء الله وتستمتعوا وخليناهم هادين ما عبش لاقات لا سجاره لا شمه، يلا قلنا ان شاء الله الشعور اثناء الرحله. الكينج حقهم الزعيم اخذ الميكروفون من ايديه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اكبر الله. قال لي قسما بالله العظيم، قال لي تشتى الصدق، قال لي ما أحزن علي بحياتي إلا أنت. تشتى الصدق. وين يا أخواننا؟ والله لأنهم عندنا بشارع الستين، والله عندنا بشارع الستين، والله عندنا بشميلة، والله عندنا ببيت معياد، والله العظيم عندنا في الأصبحي، والله عندنا في القادسية، والله جمعناهم كلهم أقسم بالله أننا حصلنا فيهم شعراء وأدباء وبلغاء ومنشدين وشباب ما شاء الله عليهم. والله بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال والله أننا سنتعلق برقابكم يوم القيامة. قال والله ما حد نصحنا، والله ما حد وقف معنا، والله ما حد ادينا شريط، والله ما حد ادينا رساله، والله ما حد ادي مننا مطويه، والله ان زملائكم واصحابكم يمروا علينا من جنب المسجد ما حد قال لنا حتى تفضلوا حتى في صلاه الظهر او صلاه المغرب او صلاه العشاء. فقلنا معليش انت كنت في ولا يهمك كل ما اطيب نفسك. مشينا وجلسنا معهم ما شاء الله. اليوم هم كانوا الشعلاء في المساجد، هم ذي ماسكين المساجد، هم الماسكين الصلوات، هم الرجال اللي تركناهم هناك ما شاء الله ورحلوا. نشتي نقول للناس هذه مساجدكم، هذه بيوت ربكم، ارجعوا إلى هذا الدين، لا سعادة ولا فوز ولا فلاح.